اول قطمه هتخليكي ما تنسيش الطعم. السلام عليكم، اهلا بكم في قناه سمبوسه وبسبوسه. النهارده هنعمل مع بعض كريسبي تشيكن ستريبس. هنجيب 3 صدور دجاج، هنغسلها كويس جدا ونجففها بالدقيق ونجففها من الميه ونقطعها اصابع. وبعد كده هنحضر التتبيله. هنجيب 3 معالق كبيره نشا، 3 معالق كبيره دقيق، ومعلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره كركم، معلقه صغيره بصل بودر، ومعلقه صغيره توم بودر، ونص معلقه صغيره ورق لورا مطحون، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقتين صغيره كزبره ناشفه ودي هتخلي الفراخ في حته تانية، معلقه ونص صغيره ملح، ومعلقه صغيره مرقه فوريه ودي اختياري، بس هتخلي الفراخ الطعم احلى. وبعدين ده بقى اسمه محلول النقع. هنضيف ميه ساقعه لكل المكونات اللي حطيناها ديت ونقلبها كويس. ما تقلقوش، محلول النقع ده هيخلي الفراخ في حته تانية، يخليها جوسي من جوه ومقرمشه من بره، ما فيش حاجه اسمها زفاره. وهنضيف لمحلول النقع ده عصير نص ليمونه، وهنقلب الفراخ اللي قطعناها وشرطناها الاصابع بالسكينه عشان التتبيله تدخل في الفراخ من جوه وتخليها دايبه وطريه. هنغطيها ونحطها في التلاجة لمدة 3-4 ساعات. بعد كده هنعمل التغطية. هنجيب كوباية دقيق ونص كوباية نشا ورشة ملح ورشة بابريكا ورشة كركم ورشة فلفل اسود. واللي بيحب الفراخ سبايسي ممكن نضيف في التتبيلة نص معلقة صغيرة شطة. هنقلب التغطية كويس. هنجيب بعد كده زيت غزير ونحطه على النار ويكون سخن، ونجيب اصابع الدجاج اللي تبلناها، شكلها حكايه والريحه جميله قوي قوي. هنغلفها كويس في التغطيه ديت، نعمل لها قشره كده، وبعدين نضيفها في الزيت ونخلي بالنا مع التسويه نخليها ذهبي حلوه ما ننشفهاش. مش هتنسوا طعمها يا جماعه وهتكرروها على طول، وتنفع للاولاد في المدارس والسندوتشات رحلات. الطعم خطير قوي، مقرمشه من بره طريه حلوه من جوه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، مستنية رأيكم في التعليقات. شوفوا خطيرة ازاي، الطعم حكاية والله يا جماعة. مع السلامة.